السادة محبي الكرة المصرية، أهلا بكم. ماتش بعنوان أهلي القاهرة هو صاحب السوبر. انتهت نتيجة مباراة الأهلي والزمالك 2-0. مبروك نادي الأهلي لقب 16 لكأس السوبر. سبب خسارة الزمالك النهاردة، أول سبب اللقطة دي. السبب الثاني تشكيلة البداية. تشكيلة كان فيها حاجة غريبة، أكنك بتدي المفتاح للفريق الخصم وبتقول له سوق أنت الماتش. الزمالك ساب الاستحواذ والريتم بتاع المباراة من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة. كان في بداية التشكيل 2 لعيبة، سيف جعفر وعمرو ناصر، كانوا خارج الخدمة، ما كانش المفروض يبدأ بيهم رؤوف. ثالث سبب التغييرات. التغييرات كانت سبب هزيمة في نادي الزمالك النهارده، وخصوصا تغيير عبد الله السعيد، لأنه عبد الله السعيد لو برجل واحدة كان هيبقى أفضل كتير من أحمد حمدي. أنا عندي هنا سؤال، أحمد ربيع هل هو مصاب؟ أنا بصراحة مش عارف، بس هو كان هيفرق كتير في المباراة بتاعت النهارده. رابع سبب عدم استغلال المرتدات والكرات الطولية والمساحات اللي كانت بتتخلق أو اللي كانت فاضية ورا كوكا وهاني، وخصوصا الشوط الأول. الأهلي في الشوط الأول عشان كان عامل ضغط لفريق نادي الزمالك في ملعبه، فكان كوكا وهاني دايما بيطلعوا يسيبوا ظهرهم فاضي. راح بواحدة شيكوبانزا، ولكن طبعا الفزلكة خلته يضيعها. كمان سبب من اسباب الهزيمه هو ان معظم اللعيبه كانت خارج الخدمه، وخصوصا ناصر ماهر وعبد الله سعيد. معانا مجموعة من الحالات. أول حالة الزمالك مش عارف يخرج بالكورة، وأحيانا الكورة كانت بتتقطع وبتطلع غلط. مساحات الفاضية ورا عمر جابر في الشوط الأول وبرضه في الشوط التاني، الأهلي ما استغلهاش في الشوط الأول لكن استغلها في الشوط التاني بهدف. وادي الهجمة المرتدة كانت مع الأهلي أصلا، وراحت بعد كده لشيكوبانزا، خد الملعب كله وخد أسوأ قرار إنه شاط الكورة في الشبكة بدل ما يعرضها يمين أو يبصيها لحد جاله. وآخر كورة ناحية اليمين اللي كانت ورا كوكا كانت فاضية، الزمالك ما استغلهاش. اسباب فوز نادي الاهلي، اول سبب الشوط الاول كان ضغط مستمر، والاهلي خطف هدف في اخر الشوط نتيجه هجمه سريعه منظمه ونتيجه هفوه في وسط ملعب ودفاع نادي الزمالك. تاني سبب الشكل الدفاعي المنظم طول الشوط الثاني، والاعتماد على الهجمات السريعه وخطف في المباراه بهدف تاني في الدقيقه 71 بهفوه برضه من خط نص ودفاع نادي الزمالك. المساحات اللي كانت بتتخلق ورا عمر جابر والمرتدات او الكره السريعه اللي كانت بتلعب من وراه دي سبب الهدف الثاني. الشوط الثاني بلغه الكوره الاهلي زهق الزمالك وتحكم في رتم المباراه وقفل الملعب، خصوصا بعد الهدف الثاني. البلوك اللي عمله النادي الاهلي نتج عنه تقريبا اكتر من 8 9 كرات ضربات حره ثابته بره 18 نادي الاهلي، اللي للاسف الزمالك ما قدرش يستغلها، في ظل ان الكره دلوقتي ممكن تستغل الضربات الثابته. الاهلي اعتمد على الهجمه السريعه، قدر بكورتين راح بيهم للزمالك انه يجيب الهدفين، لانه كان مركز انه يجيب الهدفين بكورتين مش باكتر من كده، بالاضافه الى الهفوات والمساحات اللي كانت ورا دفاع نادي الزمالك. ده كان شكل الأهلي في الشوط الأول، الضغط بالتغليط دفاع الزمالك واستخلاص الكورة. طول الوقت هنلاقي الأهلي في معظم فترات وقت الشوط الأول كان ضاغط على مفاتيح لعب الزمالك وقافل المساحات وبيعمل هجمات سريعة، ولكن كانت بدون فعالية إلى إن جه الجون. الشوط التاني بقى على العكس، بدأ يعمل بلوك اللي احنا قلنا عليه بعد الهدف التاني، زي ما احنا شايفين الزوم ديفنس. وهنا 5-4-1 باينة جدا في قفل الملعب في آخر 5 دقايق أو 4 دقايق من المباراة. هجمة عادية جدا للنادي الأهلي، تحضير لعب، ولكن عايزك تشوف إيد بن شرقي وهو بيشاور لهاني أو لزيزو إنه يلعب له الكورة قدام في عمق الدفاع. اتسحب وخد معاه نص الملعب وبعدين اتسحب من ورا شحاتة والكورة راحت له في المكان الصح، هو استلم الكورة جول.
الجون ده قرار مهارة. الهدف التاني للنادي الأهلي جه من قطعة كورة، تحول هجومي. مروان لعب ثرو ورا عمر جابر، راحت لطاهر، طاهر عمل ثرو باك للي جاي من ورا مروان بدون ضغط، جون. رأيي الشخصي أحمد رؤوف مدرب محترم، مكسب للتدريب، أنا مقتنع بيه لأنه عنده نمط وعنده شكل وعنده طريقة بيلعب بيها. تجربته لازم يخسر ويكسب ودي حاجة طبيعية، محدش بينزل البحر ويعوم لوحده، محتاج بس إن الظروف تساعده شوية لأنه يستحق، ولأن الظروف أو الحظ ما بيقفش مع أي حد، الحظ أو الظروف بتقف مع الشخص المجتهد، وأحمد رؤوف شخص مجتهد. الأهلي عامل شكل جديد جدا، طريقة ونمط لما بيتكرر يبقى دي الطريقة اللي بيتلعب بيها، ضغط 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 ضغط، خطف هدف في التاني، عمل بلوك، اقفل المساحات اللي قدامك وزهقه لحد ما تخلص المباراة. سؤالي للسادة المشاهدين، هل مروان عطية استحق أفضل لاعب في البطولة النهاردة؟ مستني إجاباتكم في الكومنتات. ده كان تحليل لمباراة النهاردة، لو عجبكم الفيديو رجاء لايك وشير، واستنوني في حلقة جديدة إن شاء الله.